في إطار عمليات التضامن والتكافل الاجتماعي مع الأسر المعوزة والفقيرة تحسبا لحلول شهر رمضان المبارك، بلدية شريعة تمت كافة الاستعدادات والترتيبات لإنجاح هذه العملية التضامنية التي يتحدث عنها للإذاعة السيد أحمد دغريبي رئيس المجلس الشعبي البلدي بشريعة. بالنسبة للتضامن أو التضامن لشهر رمضان، احنا كانت عندنا قائمة كبيرة شملت 3060 فرد، ولكن بعد التصفية بين مع الصناديق والناس اللي عندهم منح مثلا تسمح لهمش باش يدوا قفة رمضان، وصلنا الآن غطينا المبلغ اللي عندنا اللي هو يشمل 2180 عائلة، وبقي حوالي 168 فرد، هذم فيهم الأغلبية نتاعهم ناس يعيشوا بمفردهم ما عندهمش عائلات. رتبناهم بعد 2180 تم الترتيب نتاعهم، والعملية الآن راهي على وشك النهاية فيما يخص العدد هذا اللي قلت لك كان خارج على الغلاف المالي اللي متوفر عندنا. الغلاف المالي قلت لك يشمل 2100. البلدية وقداش ساهمت مليار و200 مليون و600، وعطت لنا الولاية 108 ملايين، يعني تم تغطية 2180 عائلة. هذه العائلات اللي المعوزة اللي من حقها باش تدي القفة تاع رمضان. قلت لك عندنا 168 شخص اللي اليوم راهم قاعدين يكملوا فيهم. الاشخاص هذم الاغلبيه نتاعهم ناس بروسهم يعيشوا مفردهم، وفيهم حتى الكبار تلقاه عاد 60 و70 سنه. وعاد كيفاش يتم تسديد المنحه هذه تروح له عن طريق البريد، هو يدي 600,000، بلديه تسلك على 600,000 هذه تسلك عليه الضريبه هذيك تاع 3000 لكل عائله، ويصبوا لهم في الحساب الجاري نتاعهم، الحساب البريدي نتاعهم. هذه هي كيفاش تتم، لان هذه السنه الثانيه اللي يدوها دراهم، ما يدوهاش مواد. بالنسبه للهلال الاحمر لا، الهلال الاحمر ما خصنالوش ومش من حقنا نحن باش نخصوه، لانه نحن نخصوا ثاني للعائلات الاخرى اللي تدي من البلديه. الهلال الاحمر هو يعتمد على المحسنين ويعتمد على مجهودات والهلال الاحمر تاع الولايه اذا هو نفسه يعاون فيهم، يعطي لهم في اعانات ماليه. اما نحن متكفلين بالعدد هذا اللي قلت لك عليه. لإذاعة الجزائر من تبسة، راسلكم أحمد بوقرة، إلى اللقاء.